حفلنا الكريم. أما الآن كلمة توجيهية للشيخ رجا الله سلمي، فليتفضل مأجورا. الوالد رحمه الله له فضائل كبيره على ابي. ايوه الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للأستاذ أحمد بن سعيد بن فرج البنوي زواجه، وأسأل الله أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. طلبت مني كلمة توجيهية، وفي الحقيقة أنا أحق بها في وجود نخبة من طلبة العلم والأساتذة الكرام، ولكن لعل الله أن ييسر لي وأن ينفعني بما أقول. أيها الإخوة، حديثي أولاً عن والدي العريس أحمد الشيخ سعيد بن فرج البنوي رحمه الله رحمة واسعة. أذكر منها صفات كنت أراها باستمرار في شخصيته. أولاً أحسبه إن شاء الله من عباد الله الصالحين المتقين، لمداومته على الصلاة ولحبه للخير ولصفاء قلبه ولطيب كلامه وحسن معشره رحمه الله. والأمر الذي سرني كثيراً أنه كان مهتماً اهتماماً كبيراً بفضيلة الشيخ بدر، وأظنه مهتم بكل أولاده، ولكن الذي رأيته أمام عيني وباستمرار أنه كان حرصاً شديداً على أن يحفظ القرآن. هذا الرجل المبارك الذي نراه اليوم يؤم المسلمين بكتاب الله، رحل عن الدنيا رحمه الله، وأبقى هذه الذرية الطيبة المباركة فهد وإخوانه جميعا. ولكن الدرس الذي نستفيده: هل نحن الأحياء الآن مهتمون بأولادنا مثل اهتمام ذلك الرجل؟ الكل يعلم ويعرف الحقيقة أن يريد ابنه صالحا، فوالله لن يكون صالحا إلا إذا كان عن طريق القرآن أو مع القرآن أو من أهل القرآن. فالسؤال لنفسي ولإخواني: ما مدى اهتمامك بابنك مع القرآن؟ هل رغبته فيه؟ هل ألحقت ابنك بحلقات تحفيظ القرآن؟ هل تمثل القرآن في سلوكك وسلوك أولادك؟ هل أحببتهم ورغبتهم في هذا القرآن؟ هذا القرآن هو الهدى والنور والشفاء
والبركة إذا أردت أن يكون ابنك صالح. والكل يعلم أن العمل ينقطع إلا من ثلاث بعد الممات، ومنها أو ولد صالح يدعو له. فكيف يكون صالح وكيف يكون مستجاب الدعوة إذا كان من أهل القرآن؟ إذا كان من أهل القرآن فتيقن بإذن الله مع صلاح نيته وإخلاصه لله تبارك وتعالى أنه يكون من الصالحين. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا النيات والذريات. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا واجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ سعيد بن فرج البنوي رحمة واسعة، وأن يجزيه خير جزاء الذي أدب لنا وخرج لنا هؤلاء الشباب الرجال القدوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.